الاتحاد السعودي للرماية والسهام العقيد مهندس رياض الرشيد فعاليات بطولة الاتحاد الختامية للرماية والسهام للموسم الرياضي 1431، وذلك بالمجمع الأولمبي بميدان الرماية والسهام منطقة الرياض، حيث كانت المنافسة على شدة بين الرماة بفئتي قوس البكرة وقوس الأولمبي. وجاءت النتائج على النحو التالي: القوس الأولمبي 70 متر، حيث حقق المركز الأول الرامي محمد عمر آل عبد المحسن، وحل ثانيا الرامي عبد الله إبراهيم الغميز، في حين حل ثالثا الرامي تركي محمد الدربي. كما أسفرت منافسات قوس البكرة 50 متر على النحو التالي: حقق المركز الأول الرامي مصعب صالح السليماني، وحل ثانيا الرامي مشعل مطلق أنفيعي، في حين حل ثالثا الرامي ضاوي مطلق أنفيعي. وفي فئة المبتدئين حقق الرامي عبد الرحمن الكريديس المركز الأول، وحل زميله سلمان الهدهود ثانيا. الجدير بالذكر تأتي هذه البطولة استعدادا لبطولة كأس العالم الجولة الثانية في تركيا. بالنسبة للبطولة هذه هي ختام بطولات السهام، وهي أيضا تسبق بطولة كأس العالم في تركيا. من خلال هالبطولة ظهر لنا ما شاء الله عدد من الأسماء البارزة، تغيير في مراكز الأوائل بالنسبة للأبطال في المملكة، وظهر فيها أيضا عدد من الوجيه الشابة اللي إن شاء الله ينتظرهم مستقبل إن شاء الله مشرف. رسالة توجهها للأبطال اللي شاهدناهم اليوم؟ أنا أقول إن شاء الله بالإصرار والمثابرة إن شاء الله يوصلوا للعالمية ويحققوا النتائج الأولمبية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الموسم كان موسم فيه 5 بطولات، وكانت كلها بطولات ناجحة الحمد لله. وأفضل البطولات هذه البطولة الختامية، لأن انتقينا الماستر، أو الاتحاد انتقل لنا اللعيبة الماستر اللي هم أفضل شيء في الرماية، وكانت البطولة موفقة الحمد لله. كيف شفتوا نتائج هالبطولة؟ النتائج بحكم الصيف، يعني أمس كان النتائج ما تعكس المستوى الحقيقي للرماة. اليوم النتائج كانت أفضل بكثير، وكان في ند بين الرماة ما شاء الله. والله أولا بسم الله الرحمن الرحيم. البطولة الصراحة كانت يعني منافسة قوية بين الشباب، وكانت يعني أحسن من أول بكثير من ناحية السكورات والأرقام، وهي طبعا يعني كإعداد للبطولة العالمية اللي بعد أسبوعين في أنطاليا. الصراحة أنا أشوف يعني إنه في تقدم كثير يعني بين الشباب وكله بفضل الله يعني، وجهود الاتحاد ومساعدتهم لنا. البطولة كانت جيدة الحمد لله، أرقام طيبة. حققت المركز الثالث. توجيهات المدرب، الشباب الحمد لله يعني نجاح جيد وملموس. كيفكم في المشاركات الخارجية؟ والله المشاركات الخارجية الحمد لله الشباب يشاركون في مشاركات سابقة، والمشاركات الجاية بعد فيه بطولة العالم في تركيا. المدرب واضع خطة معينة لتحفيز الرماة اللي شاركوا في السابق واللي مقبلين برضو على المشاركات، وحاط لهم أرقام معينة، والحمد لله بعض الشباب يعني جاب الأرقام وجاب أفضل، والخير جاي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. البطولة كانت على أحسن مستوى، وهو أصلا استعداد للبطولات الخارجية في بطولة تركيا، والحمد لله إن شاء الله نكون استعدينا صح في ذي البطولة. كيف شفت الصعوبات خلال هالموسم الرياضي؟ والله الحمد لله صعوبات ما في صعوبات، بس هي كثرة التمرين. كل ما تتمرن أكثر كل ما تكون أفضل، تكون جاهز أفضل. لكن تنقطع التمارين فتضيع، ما تقدر تجاري. ما شاء الله هنا سباق من اللي ينافس الثاني. يعني البطولة طبعا كانت جيدة وكانت منافسة قوية، خصوصا البطولة هذه مؤهلة لبطولة العالم في تركيا كبطولة داخلية، يعني اللي يحققون الأرقام المطلوبة من المدرب راح يطلعون إن شاء الله بطولة العالم. الحمد لله حققوا اللاعبين أرقام جيدة، وكانوا قريبين جدا من الرقم المطلوب من المدرب.
اللهم لك الحمد. هذا بالنسبه للقوس الريكيرف. اما بالنسبه للقوس الاولمبي فالحمد لله يعني بدينا الان بتطبيق نظام الاتحاد الدولي للرمايه والسهام فيتا باللعب على مسافه 50 متر بالنظام الجديد اللي فعل من بدايه الشهر الماضي بدايه ابريل. الحمد لله كانت المنافسه جيده، وبرضه النتائج يعني الحمد لله كانت افضل من المتوقع. يعني اول ما فعل النظام توقعنا انه يكون صعب وفي البدايه لان ما فهمنا يعني تفاصيله بشكل كامل، لكن الحمد لله يعني بعد ما لعبنا وجربنا وكان بمساعده زملائي الرماه كابتن مصعب والكابتن ضاوي وبرضه الكابتن عبد الله التويجري ما شاء الله، يعني كانت في منافسه مشرفه بينهم، تنافس يعني جدا جيد الحمد لله. شاهدنا بغياب بعض الرماة، ما ادري سبب هالغياب. طبعا الغياب الكبير في البطوله هذه للكابتن والبطل الاسيوي عبد العزيز الرضان، اللي صراحه نتمنى وجوده معنا كداعم وكمنافس قوي ومشجع برضه في نفس الوقت، يعني لان صراحه عبد العزيز من الرمان اللي تحمس لما يرمي معاك على اللوحه، يعني ما شاء الله يعطيك يعني من خبره خلال يعني كبطل اسيوي وبطل ما شاء الله عربي في البطوله الماضيه. يعني ما شاء الله كابتن عبد العزيز الرضان لاعب يعني يعطينا الكثير من الخبره، لكن طبعا بحكم ظروف العمل وظروفه برضو شوي في العمل وكان يعني ما يقدر يجي، لكن ان شاء الله البطولات الجايه ان شاء الله اتمنى وجود الكابتن عبد الرضوان ان شاء الله. هذه البطوله هي البطوله الخامسه وهي البطوله النهائيه الختاميه لهذا الموسم، وعاده هذه البطوله على ضوءها يرشحوا منتخب المملكه الذي يشارك في بطوله العالم في انطاليا بتركيا من 5 إلى 12 جون. Olympic rounds which هذه البطولة هي البطولة التي يعتمد فيها نقاط تأهل لأولمبياد لندن كما أنتم عارفين، فهذه البطولة بطولة مهمة جدا، فإذا أخذنا فيها نقاط كويسة يمكن نتأهل لأولمبياد لندن. يرى أنه مستواهم هذه البطولة كان مستوى استثنائي، ويعتقد إن شاء الله إذا مثلنا في البطولة الخارجية أن سوف نتأهل بالنقاط إن شاء الله على مستوى القارة، مستوى قارة آسيا.